أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي عن مكافآت كبيرة وخيالية للاعبين في حالة تحقيقهم الفوز على نادي النصر في كلاسيكو السبت، حيث قررت إدارة العميد منح لاعبي الفريق مكافآت تصل إلى 100,000 ريال سعودي في حال الفوز على العالمي والتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك في المباراة التي تقام يوم السبت القادم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. ومن جهة أخرى، رفض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خوسيه سييرا منح لاعبي فريقه راحة بعد العودة من العاصمة الأوزبكية، وذلك بعد مباراة لوكوموتيف ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والتي تعادل فيها الفريق إيجابيا بهدف لكل فريق. وأجبر سييرا اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الآسيوية على أداء بعض التدريبات الاسترجاعية، وذلك لتسريع مرحلة الاستشفاء بسبب المجهود البدني الكبير، فيما أدى لاعب الاحتياط التدريبات الاعتيادية استعدادا لمواجهة نادي النصر، والتي تقام يوم السبت المقبل ضمن مواجهة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. يذكر أن رئيس مجلس إدارة النادي الجداوي قد وجه رسالة لجماهير العميد بخصوص المباراة، وقال لؤي ناظر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: نراكم في معقل الاتحاد يا جمهور العميد، تعودنا دائما وقفتكم خلف الفريق في السراء والضراء. وتابع: السبت موعدنا بإذن الله مع تحقيق فوز غال وثمين في قلوبنا. كما تسعى إدارة نادي الاتحاد بالتعاون مع لجنة الاستثمار لتجهيز 30,000 علم من أجل تشكيل تيفو في مدرجات ملعب الجوهرة، وذلك خلال مواجهة النصر السبت المقبل في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وتسعى أيضا الإدارة لتلوين المدرجات بأعلام قماشية تحمل اللونين الأصفر والأسود لتكون حافزا للاعبين على أرض الملعب في تلك المواجهة المرتقبة. ويذكر أن فريق الاتحاد قد حقق فوزا كبيرا على النصر في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 27 بدور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بثلاثية مقابل هدفين. وستكون المباراة القادمة مباراة قوية وتأرية بين الفريقين، إذ سيحاول فيها النصر الثأر من النمور، وفي نفس الوقت يحاول الاتحاد تأكيد أحقيته وجدارته بالفوز على العالمي. فهل سيكرر نادي الاتحاد سيناريو الكلاسيكو الماضي ويحقق انتصارا ثاني على العالمي؟ لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.